يبقى انت حفظتها. بص بقت سهلة ازاي، بدل ما بتحفظ 7 8 حروف مع بعض انت بتحفظ حرفين حرفين 3. اي لغة في الدنيا كلها بتعتمد على الكلمات، حصيلة الكلمات اللي انت بتتكلم بيها، حصيلة الكلمات اللي انت حافظها. ما هو مش معقول هتعرف الجرامر بتاع اللانجوج اللي انت بتتعلمها من غير ما يكون عندك حصيلة كلمات كافية توظف فيها قواعد الجرامر اللي انت بتتعلمها. لازم تكون ماشي في تعلم الجرامر مع تعلم الكلمات. الكلمات حاجة أساسية جدا في تعلم أي لغة. معظم الناس بيواجهوا مشكلة كبيرة جدا في حفظ الكلمات. ليه؟ لأنهم لما بيحفظوها بينسوها، وساعات كتيرة بيجدوا صعوبة كمان في حفظها، بالتالي بتتبخر ولا كأن حفظتها ولا كأن أساسا كنت عارفها قبل كده. أنا جاية النهاردة هنا عشان أقولك إيه الطريقة الصحيحة لحفظ أي كلمة في أي لغة. تعالى بينا نبدأ النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي مع بعض. The first thing that you have to know is the meaning of the word. You have to know the meaning of the word and to understand it. لازم تبقى عارف معنى الكلمة ايه وفاهمها كويس جدا، مستوعب معناها. ولازم تبقى عارف كمان لو الكلمة ليها معاني أخرى لازم تكون عارفها، لأن أحيانا بيكون الكلمة ليها معنيين مش معنى واحد. Number one، تعرف الكلمة ومعناها وتستوعبها كويس جدا. طيب، عشان احفظ الكلمة ما ينفعش احفظ الكلمة بطريقة مجردة، يعني ما ينفعش احفظها كده. You have to put the word in a sentence. لازم تحط الكلمة اللي بتحفظها في جملة. من اكتر الحاجات اللي بتثبت حفظ الكلمات هي انك تحط word in a sentence، تحطها في جملة. فبالتالي الكلمة دي بتثبت من خلال ان انت بتحطها في جملة. مش بس كده، انت حطيتها في جملة والجملة مكونة من كلمات تانية، فبالتالي انت عمال تزود حصيلتك اللغوية من غير ما تحس، وفي نفس الوقت بتعمل structure علشان خاطر تطبق الجرامر اللي انت بتذاكره. فبالتالي انت عمال تنمي نفسك وتنمي قدراتك وتعلي الليفل بتاعك في اللانجوج من غير ما تحس. يبقى the second thing is you have to put the word in a sentence. طيب حلوة. The third point is لازم تحفظ spelling. The spelling of the word أكتر حاجة بتعمل مشكلة. بنسى الكلمات أو كلمة طويلة عليا مش عارف أحفظها، أعمل إيه؟ ما ينفعش تحفظ الكلمات كده وخلاص. AMNOPCKLM صعب، صعب مش هينفع. طب أحفظ إزاي؟ The best way to study the spelling of the word is to divide the word into syllables. تقطع الكلمة لمقاطع صوتية. أي كلمة في الإنجليش مكونة من مقاطع. فمثلا طب أنا هعرف منين؟ بص يا سيدي، any syllable must have a vowel. Any syllable must have a vowel. مفيش كلمة، مفيش مقطع مش كلمة، مقطع ما فيهوش صوت sound. واسمعني بقول vowel sound مش حرف vowel، لا، vowel sound صوت sound، صوت متحرك. ليه؟ لأن أنا ممكن زي ما خدنا قبل كده في زي ما خدنا قبل كده ودرسنا الفاولز، أنا ممكن two letter vowels يعملوا لي one vowel زي الإي والإي. أنا مش هنطق الإي والإي لوحدهم، لا، الإي والإي مع بعض يعملوا لي one sound. فبالتالي أنا هنا بتكلم عن صوت الفاول وليس عدد حروف الفاول. تعالوا كده نشوف مع بعض كلمة علشان تفهموني أنا بقول إيه أصلا. كلمة زي كلمة excited. excited excited ازاي احفظها؟ مش هقعد اقول اي اكس اي اكس سي اي تي اي دي، اي اكس سي اي تي اي دي. اوكي، مش كل الناس بتمشي معاها حته السونج ان احنا نحفظها بالطريقه دي، لكن الطريقه الصحيحه ان انا اقسمها لمقاطع. اول حاجه تعالوا نشوف مع بعض الكلمه دي مكونه من 3 syllables. The first syllable is X. EX ودي أول sound اللي هو الإي. إيه X. X يبقى كده أول syllable X. تاني syllable Psy. Psy. Psy اللي هو السي والآي. X. Psy. The third syllable is TED. 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 X. Psy. TED. excited. excited. excited
يبقى انت حفظتها. بص بقت سهلة ازاي، بدل ما بتحفظ 7 8 حروف مع بعض انت بتحفظ حرفين حرفين 3. excited. كلمة مثلا زي university. كلمة university مكونة من 5 syllables. تعالوا نعدل vowels. أي مقطع لازم يكون فيه صوت متحرك. Any syllable must have a vowel. تعالوا نشوف. أول syllable, the first syllable in university is you. ده كده ده لوحده syllable. you, ni, ver, سي تي. تقولي هي الواي فاول. لو رجعنا الفيديو الفاولز هتعرف ان الواي بتعمل صوت الفاول، لان الواي عندي سيمي فاول، ممكن تبقى consonant وممكن تبقى فاول، وهي هنا فاول لاني بقول university. واخده صوت الاي اللونج اي، فهي هنا فاول. تاني يو ني فر سي تي. university. شفت بدل ما تقعد تحفظ كل الحروف دي مع بعض قسمتها المقاطع بطريقة سهلة ازاي وبقت سهلة في الحفظ. طيب انت دلوقتي حفظت خلاص السبيلنج بتاع الوورد، قلنا لازم نحطها في جملة. خلاص تعالوا مثلا نطبق في كلمة principal. هسيبك كده ثواني تشوف هتعرف تقطعها لكام مقطع. principal. ممتاز. excellent. 3 syllables. prin. في حرف الآي the first syllable prin. second syllable s. pull. principal. كده انت عرفت وحفظت الكلمة وقطعتها المقاطع وحفظتها. طيب أول حاجة قلناها تعرف معنى الكلمة، principal معناها مدير مدرسة أو مدير مؤسسة، فأدي أول حاجة أنا عرفت معناها. تاني حاجة هحطها في جملة، وبعد كده لما اجي احفظها في السبيلنج هقطعها لمقاطع. فتعالوا نحطها في جملة. I have a meeting with the principal today. I have a meeting with the principal today. يعني أنا عندي اجتماع مع المدير اليوم. انت كده حفظتها وعرفتها وقطعتها وحطيتها في جملة صعب جدا انك تنساها. لو انت طبقت الموضوع دوت في اي كلمة انت بتحفظها شوف هيحصل معاك ايه. انت هتطلع في حتة تانية، هتكون في حتة تانية خالص، والانجليش بتاعك هيتحسن جدا واللانجوج بتاعتك هتعلى جدا وهتتقن اللغة اكتر، وكل حاجة هتفرق معاك جدا لو اتبعت الطريقة اللي انا بقولك عليها دي في حفظ الكلمات. كده انت عملت اول 3 حاجات اساسية. رابع حاجة معايا ان انت هتكتب كل الكلمات اللي انت حفظتها، هتعمل زي ديكشناري صغير كده معاك. هتجيب نوت بوك وتعملها ديكشناري ليك. كل يوم تحفظ 5 كلمات. لو انت مشغول قوي يا سيدي خليهم 3 بس، مش اقل من 3 كلمات. لو انت عايز تنمي نفسك في اللغة بطريقة اسرع احفظ كلمات اسرع. فكل يوم هنحفظ مثلا 3 أو 5 كلمات وهنطبقهم بالطريقة دي وهنكتبهم في النوت بوك اللي انا قلت لك عليها. يبقى انت عندك your own dictionary بتاعك الخاص بيك. دي كده رابع حاجة. خامس حاجة revision، المراجعة. ما ينفعش ان انت تحفظ وتنسى وتسيب وتيجي بعد 2 3 تفتح الديكشناري وتلاقي نفسك ناسي. اللغة محتاجة ممارسة واستمرارية، فبالتالي عندك حلين، يا إما تراجع يوميا يا إما تراجع أسبوعيا. يعني كل يوم تراجع على كلمات اليوم اللي قبله or weekly تبقى أسبوعيا تراجع على كلمات الأسبوع كله اللي انت حفظته. ما تحفظش أكتر من 5 أيام. بمعنى إنك for example you're gonna study from Sunday to Thursday، من الخميس للحد، and Friday and Saturday will be off. يعني مش هتحفظ فيهم كلمات ولكن هتراجع وتطبق كلمات اللي انت حفظتها خلال ال5 days بتوع الأسبوع. وبكده أكون قدمت لك أسرع وأسهل وأكتر طريقة تخليك متقن لأي كلمة. أتمنى تكونوا يا رب بتستفيدوا واستفدتم من الفيديو ده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.